السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي الكرام، اطلعت على تعليقاتكم وملخص التعليقات. دعوني أشارككم قراءة صادقة لما يظهر أمامي، قراءة لا تجامل ولا تخاصم بل تفهم. ما يظهر في هذه التعليقات وفي هذا التفاعل الجميل الرائع ليس آراء متفرقة ولا ردود فعل عشوائية، بل خريطة وعي حقيقية للجمهور أو للمتابعين. الفئة الأولى وهي الغالبة، هؤلاء وجدوا حقا ضالتهم، يقولون بصمت أو بوضوح: الآن فهمت، أنا لست مجنونا، لم أكن ضعيفا بلا سبب، كنت في علاقة مدمرة وهذا يفسر كل شيء. هذه الفئة ارتاح عقلها، اطمأن قلبها، سقط عنها الالتباس. وهنا أقولها بوضوح، هنا نجح الخطاب. نعم، نجح الخطاب، نجح في الكشف، في التسمية، وفي فك ألغاز واقع مربك ومشوش، وهذا هو أساس أي شفاء حقيقي. الفئة الثانية وهي فئة ذكية، فئة ذكية انتقالية، لا تعترض ولا تهاجم ولا تنكر، لكنها تسأل سؤالا صادقا: فهمنا، نعم، وماذا بعد؟ كيف أكون صابرا دون أن أسحق؟ وهذا سؤال وجيه ذكي. كيف أضع حدودا دون أن أشعر بالذنب؟ وهذا سؤال راق. كيف أتحرر دون أن أخالف ديني؟ وهذا أرقى الأسئلة. كيف أنفصل وقلبي مطمئن؟ هي لا ترفض، هذه الفئة لا ترفض الخطاب، بل تطلب المرحلة التالية، تطلب جسرا عمليا بين الصبر الشرعي والحدود النفسية والانفصال الواعي، دون جلد اللذات ودون شعور بالخيانة الدينية. وهنا أقولها بثقة، هذه الفئة لا تعارضني، بل تطالبني بالقيادة والاستمرار من التنظير إلى الفعل الحقيقي. والفئة الثالثة وهي فئة قليلة، سأكون صريحا بلا مجاملة ولا تجميل، هذه الفئة خائفة من التحرر. نعم، وكثيرا ما نجد صعوبات في تحريرها. نستعمل جميع الأساليب، أسلوب الاستبصاري، العلاج الاستبصاري، العلاج الجدلي، العلاج بأي أسلوب، فخوفها دائما يمنعها. هذه الفئة كما قلت خائفة من التحرر. لماذا؟ لأن وعي الضحية صار هوية لها، فهي لا تعرف نفسها من دون أن تكون ضحية. هذه الفئة كما قلت خائفة من التحرر، أو ما زالت في تحالف داخلي مع الألم، أو تخشى فقدان المعنى الذي يمنحه لها دور الضحية. لا تناقش الفكرة، بل تسقط خوفها على الخطاب، فتقول: هذا يضر، هذا يلوم، هذا يفتن. لكن الحقيقة الخطاب لم يجرحها، بل هز السجن الذي اعتادت العيش فيه. وهنا أقول بهدوء ورحمة، هذه ليست فئة تقنع، بل فئة إما تطمئن أو يترك لها وقتها. فلكل أجل كتاب. وهنا نصل إلى السؤال يطرح من حين لآخر: هل نحن بهذا نضع الضحايا للانفصال كما يفعل الشيطان؟ هل نحن بهذا ندفع الضحايا للانفصال كما يفعل الشيطان؟ لنضع المفهوم في مكانه الصحيح. أولا، الشيطان يفعل شيئا واحدا واضحا في القرآن: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لاحظ، العداوة والبغضاء تساوي تشويه القلوب، لا حماية الأرواح. فالشيطان يفرق ليفسد، لا ليخلص، ولا ليعيد الحق، ولا ليحفظ النفس. الفارق جوهري، أو الفارق الجوهري الذي يسقط الاتهام. الشيطان يدفع للانفصال بدافع الغضب،
يحرض على القطيعة بدافع الكبر، يزرع قرارا متسرعا يغلق باب الحكمة، يترك الضحية مكسورة بعد الانفصال. أما خطاب التعافي الواعي لا يدفع للانفصال بل يكشف الحقيقة، لا يأمر بل يعيد للإنسان حق الاختيار، لا يعلي الغضب بل يضبطه، لا يعلي الحقد والغضب والانتقام، انتقام ضعيف، فالحقد وانتقام الضعيف لا يعليه بل يضبطه، لا يغلق باب الإصلاح بل يشترط له شروطه، ولا يترك الضحية بعد القرار بل يمسك يدها بعدها. الفرق ليس فقط في النتيجة بل في الدافع، في المنهج وفي الآثار. سؤال صادم لكنه ضروري. نعم، القرآن نفسه فرق، فهل كان شيطانا؟ واسمحوا لي على هذا التعبير، لأن بين الحق والباطل مقدار أقل من شعرة. إذا السؤال كما قلت صادم لكنه واقعي. القرآن نفسه فرق، فهل كان شيطانا؟ قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا تفريق. القرآن لم يقل اصبر ولو كان ظلما، ولم يقل ابقى ولو تحطمت روحك، بل قال الإمساك بشرط المعروف والتسريح بشرط الإحسان. الإمساك بشرط المعروف والتسريح بشرط الإحسان. فإذا غاب المعروف فالإمساك نفسه يصبح ظلما، فلا تمسكهن ضرارا كما قال الله عز وجل. فهل القرآن يدعو إلى الشيطنة أم لتحرير النفس من الإثم؟ أخطر خدعة شيطانية في هذا الباب. الشيطان لا يخاف من الانفصال بقدر ما يخاف من الوعي، بل أحيانا يبقي الضحية في علاقة مؤذية باسم الصبر، باسم الأجر والثواب، باسم الأسرة، باسم الأولاد، باسم رضا الله، بينما الله لا يعبد بالذل ولا يتقرب إليه بانتهاك الكرامة، لأن كرامة أمانة عندك، كرمك حتى قبل أن توجد وأن تخلق. والجواب الصريح القاطع: هل نحن ندفع الضحية للانفصال كما يفعل الشيطان؟ الجواب لا قطعا، بل نحن نمنع الشيطان من استخدام الصبر كسلاح لإبقاء الضحية أسيرة. وهذه الضحية هنا رجل أو أنثى، ذكر أو أنثى، أو ولد أو أم أو أب، أو كما يعني كيف ما تكون هذه الضحية. نحن لا نزرع قرارا، لا نقدس الفراق، لا نحرض عليه، بل نقول اعرف ثم قرر، وأنت حر ومسؤول وأمين مع الله. وإن أردت ردا مختصرا موزونا فنقول لك: نحن لا ندعو للانفصال، بل ندعو لإنهاء الظلم، فإن انتهى الظلم بالإصلاح بقينا، وإن لم ينتهي فالله جعل باب التسريح بالإحسان. والخلاصة هنا نحن نميز بين الصبر والتمكين، بين الإصلاح والاستنزاف، بين الدين والابتزاز باسم الدين، وهذا المكان دائما يرمى بالاتهام. فاطمئنوا. كل خطاب يحرر الإنسان من العبودية لغير الله سيتهمه أهل العبودية والشرك الخفي الذي لا يدركونه ولا هم واعين به، سيتهمونه كما قلت أهل العبودية بأنه فتنة، ليس لأن الخطاب خطير بل لأن التحرر مخيف لمن اعتاد القيد. احفظوها واجعلوها تحفر وتنقش على قلوبكم، ليس لأن الخطاب ليس في المستوى، بل لأن التحرر مخيف لمن اعتاد القيد. وأنا هنا لا أعد أحدا بشيء، ولا أفرض طريقا على أحد، ولا أدعو لقطيعة ولا لفوضى. أنا فقط أسمي الأشياء بأسمائها، أعيد الصبر إلى مكانه الصحيح، وأرجع الكرامة إلى مركز الدين. ومن وجد نفسه هنا فأهلا به، ومن لم يجد نفسه بعد فوقته لم يحن والباب سيبقى مفتوحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، أحبكم في الله يا أولياء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.